كله بمال وخبرية انه الوزير باسيل طرح حاله مرشح توافقي بمرتين. شغله من ما عندك مستشارين حقيقيين، مش انه هودي مع الوزير مش هو اللي بيمدحوا فيك كل الوقت. بس من اذا ممكن اللبنانيين اليوم بهالأزمة يتوافقوا على شغلة وحدة، هي انه مش انت يعني الموضوع التوافق اللي ممكن يتوافقوا عليه كل اللبنانيين اليوم بعز انقسامهم الشرخ العمودي، هن كلهم ممكن يتوافقوا على شغله وحده، هي انه مش جبران بصير رئيس جمهوريه. انه مين يعني مين غيرها وثلاث اربع نواب اللي بقيوا معك، مين بده ينتخبك؟ انه اول شيء سليمان فرنجيه ليش بده ينسحب لك يعني؟ مش انت اللي ما بتتفق معه بمفهوم بناء الدولة؟ هذه مفهوم بناء الدولة انا عم كسر راسي لا افهمها، ما افهمها. يا ريت هيك بشي حلقة بتطلع لنا بحلقة هيك على التلفزيون تشرح لنا شو هو مفهوم بناء الدولة بنظرك، مش انت تشيل عنا الهم هذا يعني، وهالوجع الراس وهالتفكير اللي قاعدين عم نبحش براسنا تنفهمه. يا اما مين لما الحزب مثلا، الحزب بعد ما اكل هالبوكس هيك وموجوع وهالوجع هيك القهر اللي هو فيه، انه بده يجي هلا هو ينتخبك من بعد ما انت طعنتهم الطعنه بجهاد ازعور، انك مشيت مع المعارضه بجهاد ازعور، هلا بده يجوا يكافوك يعني بيقدموا لك اصواتهم على صحن فضه؟ او حكيم سامي جعجع، حكيم سامي جعجع من بعد ما سماك تريز ما قولي رشح تريز، كيف بدي رشحك انت؟ بيعمل لك اغنيه تخبو تريز غلطه بدنا نعيدها، انتخبوا تريز بتقلكن ستريدا، انتخبوا تريز يا قوة الحكيم، انتخبوا تريز القرار السليم.